في ثانية بتلاقي اللي بيشيلك على طول. طبعا ده مش في مترو مصر، ده في مترو أمريكا. شوف تاني كده. حتى لو حاولت تاخد بالك من اللي جايلك على اليمين فأنت مستهدف من واحد تاني على الشمال. إن الموضوع مش هيقف عند واحد يشيلك، لا أنت ممكن يعدي معاك اتنين يشيلوك. تقول لي يا امير خلاص وانا ليه تنتهك خصوصيتي؟ طب ما انا اركب اوبر زي ما بعمل في مصر او اي دوله عربيه. هقول لك لو راجل خد اوبر. انت عارف اوبر هناك بكام؟ يا جماعه الخير اقسم بالله الاسعار هنا فلكيه. متخيلين ناخذ اوبر عشان نروح مكان يبعد تقريبا ربع ساعه. شوفوا بكم السعر، $80. مشوار عادي في مستوى عادي اوبر اكس ب $80 يعني 4000 جنيه مصري في ربع ساعه. مكان يبعد تقريبا ربع ساعه. شوفوا بكم السعر، $80، 300 ريال على ربع ساعه. في برضه لو بنروح مكان يبعد نص ساعه تقريبا ب 500 ريال، 600 700 ريال. عيين يا جماعه، هو بيقول ايه مشوار نص ساعه ب 600 700 ريال؟ تبغى تجي من مطار نيويورك وتروح من مطار نيويورك على تايم سكوير تدفع 1000 ريال. في ريال سعودي يا جماعه من مطار نيويورك للتايم سكوير يعني 13 14 الف جنيه مصري. فالسائح العربي لو راح امريكا مره في حياته فهو ما يقدرش يستغنى عن مصر اللي بينزلها يوم واثنين وثلاثه في الويك اند. لازم نبقى عارفين ومطمنين ان السياحه في امريكا حتى على المواطن الخليجي غاليه جدا، اللي هو الاعلى دخل في الشرق الاوسط. الاسعار هنا مره نار. حتى اللي بيروحون ميامي بيروحون اي مكان ترى اوبر والتكاسي وكل شيء. من الاخر نتوضى ونصلي وندعي لمصر في صلاتنا.